ايه ده؟ ايه ده؟ لا يا نهار اسود على انت الافلام. سمعتينا ازاي؟ انت قمت بصوتك عالي. انا ما قلتش حاجه، انت اللي قلت حبوب منع حمل. والله ما قلت، هو اللي وشوشني. وانا سمعت. في مستقبل بيروح دلوقتي. اهلا بيكم في برنامج هاي فايف، برنامج زيه زي اي برنامج عادي خالص. ميرال، ايوه ازيك؟ اه. عندك خلفيه مع يعني ايه؟ غزال صغير بالتركي. بالتركي؟ ايه موضوع حبك المكرونه بشاميل؟ دي مكرونه، شايف دول؟ دول مكرونه. والله اير باكس كده. ما بحبش حد يتكلم على ماي فيرست لاف ده. بجد والله، اصل انا ده عشق عندي. ايوه، ما انت كده بتفهم. ده احسن اختراع بعد التكييف. تخيل تكييف ومكرونه بشاميل الاثنين. لو كنتي في اكتر موقف بيوترك، ايه اول حاجه بتعمليها عشان تهدي نفسك؟ باكل. لو الموقف ده مثلا انت في اوديشن او حاجه بتوتري، هتاكلي ازاي في اوديشن؟ بقعد اعمل اي حاجه بقى، باكل في شفايفي، بهز في رجلي بقى. اقول لك على حاجه، اختي الصغيره لاحظتها فيا، بتقول لي ان انا لما بتوتر بقعد اهز صباع رجلي. انهي صباع؟ بتهيأليش مفيش غير الصباع الكبير هو اللي ينفع يتهز لوحده، واكيد ده مش الباقي هيتهزوا مع بعض. لا، في الصباع الصغير اللي على ما آخر يتهزش الخط. لوحده. لا انا بجرب دلوقتي. ما صعب ده. بس انا ما حضرتش حصه صوابع الرجل اللي هي نغير الموضوع. مش فاكر انهي اللي بيتحرك. مين قال ابعد عن الشر وغني له؟ جبن ده ولا تريح دماغ؟ تريح دماغ اوقات بيبقى كويس، لان انت لو هتشغل بالك ان انت تدخل في حوارات ممكن تجيب لك وجع دماغ، ده في حد ذاته غباء. انت اذكى من ان انت تضيع حياتك او عمرك او حتى وقتك في حاجه، مش هقول لك شر بقى، لكن حاجه يوزلس. ليه يا معلم؟ ما تفكك. غني له يا معلم. بتمشي بنفس المبدأ في العلاقات؟ لا انا بقول كده، ده كلام برامج والله. ليه بقى ما تريحيش دماغك برضو؟ يعني انت مثلا دلوقتي خطيبك صاحبك ايا كان، لو ريحت دماغي ايوه هيسوق فيها. لا مش هبقى بحبه. ايه الكونسبت؟ انتوا ايه؟ لو ريحت. انت غيرتي كلامك في لحظه ليه؟ هقول لك لو ريحت. انت كنت دلوقتي مأنتخه وقاعده وكبر دماغي والحياه والعمر قصير اقنعك، احنا لسه بنصور. بتهز صباع رجلها يا جدعان. والله كات. بص بقى، ليه بقى ما تريحيش دماغك في النقطه دي؟ ام الورقه اهو. وما تهزيش صباع رجلك، انا حاسك قلت لك ليه بقى؟ ليه بقى لو انت في علاقه ما تبعديش عن الشر وتغني له؟ هبعد عنه هو. ليه؟ مش هو الشر، خناقه نكد. ماشي، هكبر دماغي واعدي الدنيا. ايوه، بس لو حاجه مضايقاني بجد كبرت دماغي وعديت الدنيا، هفضل شايلاه. انا اقول لك انا ايه مضايقني كذا وكذا وكذا عشان نكبر دماغنا احنا الاثنين والصفحه اتقفلت. هنفضل انا ضايقك وانت تسكت وانت تضايقني وانا اسكت؟ طب ما احنا هنفضل نشيل لبعض لحد ما نيجي في مره بنتكلم بقى صح؟ ليه مش بنتكلم لحد حته وليه بيستمر الموضوع؟ لا خلاص، ما دام اتعاتبنا واتصفينا خلاص. ما تقوليش ما دام اتعاتبنا، انت ضيقتي عينيكي وعملتي كده، ما انت بتقعدي على الاقل 3 ساعات في القصه. لا والله ما انا. انت كانك كمل يا عم، لا عملت لك كده والله، بس انت ما خدتش بالك. ايوه يا ابني، تعالي بقى عشان سكت لك بالظبط. شوف لنا بقى انت سيزون سيسو لو سمحت وهاتها. انت ممكن تيجي على نفسك عشان خاطر ترضي حد؟ انا عارفه ان ده مش صح، بس انا بعمل كده اوقات كتير. وبتعملي كده ليه؟ عشان الناس بحبها. طب والعتاب راح فين؟ ما هو يا ابني ده مش عكس ده خالص. ما هو انا لما عاتب، ايه اللي يمنع ان انا اوقات كتير ارجع على نفسي؟ الناس مش شبه بعض، فاحنا علشان نتقابل في بوينت في النص لازم انا اجي واللي قدامي يجي. ده في كل حاجه، مش بس في العلاقات العاطفيه يعني. فلازم كل واحد يحاول يقرب من شخصيه التاني. ما ينفعش انا وخلاص، ما ينفعش كل اللي انا عايزه وخلاص. ما اللي قدامك عنده احتياجات، اللي قدامك مختلف عنك، اللي قدامك عايز ده انت مش عايزه، العكس. عارفه يا برالي، الكلام ده لو كان بيحصل في الحقيقه احنا كان زماننا عايشين في سلام، الكوكب كله. طبعا لو كنت بعمل كده في الحقيقه ما كانش ده بقى عادي. انت ما بتعمليش كده في الحقيقه. ده عشان برنامج والقعده الحلوه دي، بس الكلام ده بيتعمل. خلي نفسك في ماراثون، وصلتي للمركز الثاني، اللي هيوصل الاول في المركز الاول الكعب اللي وقع، تكملي وتكسبي ولا تقفي تقوميه وتطلعي الثانيه؟ ممكن اروح موقفاه واجري بسرعه لحد ما هو ينفض هدوم. ده اسمه ايه بقى؟
ده مسكت العصايه من النص. ده اسمه اللي ايه هو بقى؟ انا يعني خلاص كنت سبتيه انا واقع. وحشه بس مش وحشه قوي يعني، اللي هو قومتك بس ممكن وانا قايمه تاني اروح مديك كتف. ايوه يعني الروح الرياضيه بالنسبه لك في كل وقت تمشي في كل وقت معاكي؟ اكيد مش مثاليه خالص في الموضوع ده، واكيد بتمنى لنفسي الخير اكتر ما بتمنى للناس. بتمنى الخير للناس بس بتمنى لنفسي اكتر يعني. برنسيس انانيه مش قلت لك؟ انا اشتريت. بس دي مش انانيه، ده تقدير ذات. دي تمشي كده. منافق وسك. دي اكتر حاجه بتضايقك لما حد بيعاتبك؟ انا بتضايق لما ما حدش يعاتبني، تقير مني كده وتقفش، تعالى كده قول لي مالك. وانا اصلا لما بتضايق ما بستناش حد يقول لي مالك، انا بتقولي على طول. انت برج ايه؟ طور. اوكي عشان كده بتقولي على طول. بالظبط، بقول لك انا متضايقه من كذا وكذا، الا لو حد فضل يكرر بقى خلاص انا هسكت وهبعد اصلا. وهو في العتاب بيقول لك بقى راح جايب لك القديم والجديد، الحاجه دي بتضايقك؟ القديم اللي اتعاتبنا عليه خلاص بقى، ولو ما كناش اتكلمنا فيه اقول له ما اتكلمناش فيه ليه قبل كده؟ لما انت اتضايقت من السنه اللي فاتت انت قاعد كل ده انت قلبك اسود بقى، ده انت قاعد مرقد لي بقى. حلو الرد، حلوه الصيغه. أيوة. دي بس هيبقى في زعل وحاجه كده. هتضايق انه ما عاتبنيش في وقتها، ولو كان عاتبني وقتها هتضايق انه بيفتح الموضوع تاني، الا لو كنت انا غلطت فيه تاني. تعرفي لو انت بتعيدي الموضوع كتير وما تعلميش من غلطك؟ طبعا انا بقول انا عندي المشكله دي وانا اسفه وكل لقينا ست يا جماعه بتقول انا اسفه. انا اسفه. لقينا بنت بتقول انا اسفه يا جدعان. اي بس انت تتاخري وبعدين تعتذري، لكن ما تجيش بدري. انت عايزني اجي بدري واعتذر برضو؟ لا. انت عايز ايه بشوية؟ انت صح. طب ايه اكتر عاده عندك نفسك تتخلصي منها؟ التاخير. انا جايه لكم متاخره ساعه الا ربع. دي مش عاده سيئه، انه احنا مش مجتمع بيساعدنا نظبط مواعيدنا مش اكتر. اخرتي ليه؟ ما نمتش كويس يعني، انا مش كائن بيصحى الصبح وطول حياتي بجاهد ان انا اعمل كده، بس بنام متاخر عادي برضه. عذر مقبول. مش ده عذر مقبول؟ ايوه. ما بيقبلوهوش بقى ليه عامه؟ مثلا دي عاده سيئه وانت عارفه كده، تحاولي تطوري منها ولا؟ انا جايه ساعه الا ربع متاخره بس انتوا ناس غاليين عليا بجد حقيقي، مش بفهمني. ممكن يكون قدامي وقت كبير فانا ليه بتاخر بقى وبتزنق وبطلع اجري في الاخر؟ في عدم تقدير للوقت. بس انا اعرف حد هو حياته عامله كده، المواعيد بيديك المواعيد بالظبط وبيجي فيها بالظبط، بيكلمك مثلا لما تتاخر 5 دقايق. ده يخوف ده. انا مستغرب ان ده صاحبك، ده بقى له 10 سنين صاحبي، ده بينتج البرنامج. يا نهار اسود.